كلنا معرضين اننا نفشل في حياتنا، بس الناس انواع. في اللي لما بيفشل ما بيعترفش اطلاقا بفشله، يفضل يعاند ويكابر عشان ما يعترفش انه فشل، بيحس ان دي اهانة ليه. وفي اللي بيستسلم بسهولة، اللي هو اول ما بيشوف او بيحس انه خلاص هيقع، انه هيفشل، تحس ان روح الحماس خلاص انطفت عنده ويقعد ويسكت ما يحاولش. وفي اللي بيقعد يأنب نفسه ويعني يجلد نفسه، انا غلطان، انا قصرت، انا كان المفروض اعمل. اما النوع الرابع ده اللي بيتعامل مع الفشل بطريقة صحية. يعني ايه؟ يعني ان هو بيعترف بفشله، بيحاول يطلع بأقل خسائر ممكنة من الفشل ده، بل ممكن يحول كمان الخسائر دي لصالحه، وبيعتبره انه درس واستفاد منه. انا عايزة اقولك ان انت لازم تكون صادق مع نفسك، لازم تعترف بفشلك، واوعى تعلق فشلك على شماعة حد، تلوم حد او تغلط حد او تحمل حد نتيجة الفشل دوت. كمان ازعل، طبيعي ان انت تزعل لان انت ضيعت وقت ومجهود وفلوس، فخد وقتك في الزعل. كمان عايزاك ان انت روح الغضب اللي جواك دي تستغلها انها تخلق عندك روح التحدي، ان انت انا هحاول تاني وهنجح المرة الجاية. لما تفشل ما تقعدش تفتكر كل الحاجات اللي عملتها قبل كده وفشلت، كل تجاربك الفشل، لا، افتكر كل محاولاتك الناجحة، اي حاجة عملتها في حياتك ونجحت حتى لو كانت صغيرة. وبعدين انت لما بتفشل بتتعلم، فبتتفادى الغلطات دي المرة اللي بعدها عشان المرة اللي بعدها هتنجح. وبعدين يا جماعة الفشل مش نهاية الحياة ولا نهاية العالم، بالعكس دي البداية. عايزاك تخالط الناس الناجحين، لأن الناس الناجحين دي عندهم تجارب كتير أكيد هتستفيد منها، وهتشوفهم إزاي بيحلوا مشاكلهم. وابعد خالص عن الناس السلبية. والناس الناجحين اللي قدامك اللي هم نموذج حلو ومشرف، الناس دي لازم تعرف إنها فشلت كتير في حياتها، بس اتعاملت مع الفشل ده صح، اعترفت بيه واتعلمت منه. وأخيرا عايزة أقولك، لو انت فاكر ان عدم الفشل ده خالص، ان انت ما تفشلش خالص دي حاجه كويسه، تبقى غلطان. عدم الفشل خالص دي معناها ان انت ما حاولتش اصلا، ان انت ما قمتش من مكانك، انت قاعد محلك سر قافل على نفسك، ما بتحاولش تعمل حاجه، مالكش اي هدف في الدنيا، مالكش اي لازمه ولا اي دور في الحياه. فلازم تحاول وتفشل وتفشل تاني عشان تقدر تقوم وتنجح بعد.